شنو كيوقع ملي كتبدا تركز على راسك؟ نهار كتبدا تركز على راسك كلشي كيتبدل، طريقة التفكير ديالك، طريقة العيش ديالك، وحتى الناس اللي دايرين بيك. كتولي كتفهم بلي اغلب الناس عايشين غير باش يرضيو الناس اخرين، وقليل اللي عارف شنو باغي من حياتهم بصح. اللي كتبدا تخدم على راسك ما كتبقاش محتاج الاهتمام ديال اي واحد، ما كتبقاش كتسنى شي حد يشجعك، وما كتبقاش كتضيع وقتك في الهضره الخاويه. كتبدا تحترم وقتك، تحترم عقلك، وتحترم حياتك. وفي هذه المرحله بزاف ديال الناس غادي يبعدوا عليك. علاش؟ حيت انت تبدلتي، ما بقيتيش متوفر طول الوقت، ما بقيتيش كتجري ورا الناس، ما بقيتيش كترضى بالقليل. وغادي تبدا تلاحظ بلي العزله ماشي حاجه خايبه، بالعكس، العزله كتخليك تسمع صوتك الحقيقي، كتولي كتفكر بزاف، كتراجع حياتك، وكتبدا تعرف شكون انت بصح. ومع الوقت العقل ديالك كيقوى، كتبدا تتحكم في المشاعر ديالك، كتبدا تقول لا بلا خوف، وكتبدا تبعد على اي حاجه كتضيع لك الطاقه ديالك. القوه الحقيقيه ماشي في العضلات، القوه الحقيقيه في العقل. وملي الانسان كيركز على راسو كل نهار، حتى حياته كتبدا تبدل، الثقه ديالو كتكبر، طريقه كلامو كتولي مختلفه، والحضور ديالو كيولي قوي. حيت الانسان اللي خدام على راسو كيبقى مختلف. واهم حاجه غادي تتعلمها هي باللي النجاح ما كيجيش دفعه وحده، كيجي بالصبر وبالانضباط وبالايام اللي ما كيشوف فيك حتى واحد، ولكن انت باقي كتكمل. ركز على راسك، طور من عقلك، خدم على اهدافك، وخلي الناس يهضروا كيف ما بغاو، حيت في النهايه انت المسؤول على حياتك. وكل دقيقه كتستثمرها في راسك اليوم غادي تشكك عليها النسخه القويه منك في المستقبل. يلا تهلاو حتى الفيديو الجاي.